سليم المدب يوم قابلنا في اول انترفيو مع بعضنا. مرحبا يا اسكندر صباح. قابلنا. كنت نستضيفك انا وانت تستضيفني انت. ليه انت؟ شعور غريب شوي. باش نعطيك الفرق بين انت استضفتني في تونس، انا استضفتك في مونتري في المكسيك. خويا هذه ردها علي انا صدق. حال كاو خويا. ما عندي ما نقول لك اسكندر. باهي اسلام، قد عندك نهار تو في تونس في مونتري؟ 4 أيام تقريبا، جينا وياك فرد نهار تقريبا وياك، ولا انت قبلي بنهار 4 أيام تقريبا. اسلام ملي دخلنا ما ريناش الاجواء نتاع مونديال، سوف البارح معناتها المكسيك لعبت في الاوفرتور مع جنوب افريقيا، رينا برشا مراو الخضر ومراو المكسيك، ما بارسا ما ريناش حاجه تدل انه فما مونديال في مونتري. رغم اللي توقعنا باش تكون المكسيك معناتها اسخن من بار اكزومبل امريكا اللي عندهم حاجات اخرين اكثر يهتموا بها كما البوكس الباسكيت الفوتبول الامريكان كيف حتى من كندا، لكن الحق شفنا شويه البارح كنا حاليا مع بعضنا اللي جا في الفان زون، شفنا المنتخب المكسيكي والجماهير نتاعو عملوا شويه امبيونس، لكن بخلاف هذا تقريبا البلاد رايضه، ما فماش هكاك الشيخه نتاع الجماهير، يمكن خاطر البلاد توا فيها كان جمهور المنتخب التونسي واللي هما بدهم معناتها مش برشا بحكم البلاد بعيده، دونك ان شاء الله يخلطوا ويتحرك شويه الامور من هنا لنهار الماتش. تمنينا والا استنينا بليتو يكون فما اجواء المونديال، لانه المكسيك كي نعملوا مقارنه بينها بين الولايات المتحده الامريكيه وكندا، بلاد تاع كوره، بلاد تعيش كوره، معناها من السنوات من 40 ل 50 سنه الناس تحب الكوره وتعشق الكوره، والدلاله هذا عندها في علاقه كبيره لهنا مونتيري تايجر. الحقيقه استنينا انه باش تكون اجواء اكثر من هكا، بوتيتر ربما مدينه مونتري اللي كنا فيها احنا فيها جوست المنتخب الوطني التونسي فقط كمقر اقامه، ولكن وقتاش عرفنا الاجواء بالضبط؟ اجواء بعد مباراه المكسيك، بعد مباراه المكسيك تحركت الاجواء، ولينا نشوفوا في الازياء نتاع منتخب المكسيك موجوده، سهرات كبيره، جو كبير، شعب مكسيكي بدا يتنفس كوره بعد الانتصار الاول في المونديال. البول نتاعنا صعيبه شويه، نحكيو على هولندا، اليابان، السويد وتونس. هو تروا مرسو كبار. يمكن اسهل مباراه باش تكون اسهل، معناتها اسهل، معناتها مش سهله، مي اسهل بارابور الماتش الثاني والثالث. ماتش السويد يتسمى اسهل، مش معناتها برونابل، مي صعيب شوي، مي اسهل من اليابان واسهل من السويد، معناتها فهمني. تنجم اذا تحب تمشي قدام يلزمك تربح ماتش السويد، ما عندكش حتى خيار، يلزمك تربح ماتش السويد. انت اليوم حضرت الحصه التدريبيه، الاجواء باهيه؟ والله الاجواء عجبتني، وجولات معناتها فما تفديك، فما جو، فما امبيونس، فما زياد جزيري زاد عطاه ميساج للجوارات، فما تحس فما تفاؤل في الجوارات. وتونس السويد شنو تنجم تكون ريزولتا؟ بصراحه اسكندر ما نجموش نحكيو من غير عاطفه، هذا منتخب ماهوش نادي، تنجم تكون واقعي شويه، لكن ديما العاطفه باش تجبدك شويه، ديما هو كان ما فماش امل باش نجموا نتاهلوا، هذا الامل معناتها الدنيا من غير امل ما تسواش، معناها كان ما جاش الامل ما نكونوش لهنا، لا انا لا انت لا حتى حد، مادام نلعبوا 11 راجل ولا 11 راجل الملاعبيه امنوا بانفسهم، علاش لا نترشحوا؟ معناها مهمه صعيبه ماهيش سهله، منتخبات خلينا نقولوا حتى 3 اقوى من اللي باش نلعبوا معاهم، لكن في الكره كل شيء ممكن. نعرفش علاش انا متفائل برشا في الكومبيتيسيون هذه، والله حجم التفاؤل اللي عندي ان شاء الله يا رب يكون التفاؤل، حجم التفاؤل اللي عندي بالروندمون تاع الاولاد. الحقيقه ما انا ديجا حتى حكيت قبل اليوم لونتريمون مع الاولاد، قلت له نعرفش علاش متفائل، تعرف باش نكون متفائل انا؟ والله مش ماتش السويد، متفائل بماتش اليابان، الماتش الثاني في المقابله. اوكي منتخب السويد جينا في بول على الورق، واللي تحب انت بقيمه تسويقيه راهي محترمه جدا، صعيبه مش صعيبه ياسر ولكن صعبه، ماهيش مستحيله، صعيبه ياسر. شوف نواجهوا منتخب السويد بقيمه تسويقيه، خلينا نحكيو حتى امور فلوس، بقيمه تسويقيه تتجاوز ال 429 مليون يورو. منتخب السويد بجيوكيريكس، بايزاك، بالعياري، بلارسون، بجودمونسون، اللي جودمونسون عنده بليسيور لكن مش يلعب في المقابله هذه. تونس السويد نتيجه 1-1. تونس اليابان 1-1. تونس هولندا 1-1. باش نتأهلوا بالثلاث تعادلات. اسمع راني فاشل جدا في التكهنات. ما نصورش. هو ظاهر فاشل في التكهن. 1-1 مع هولندا ان شاء الله. ان شاء الله خويا، شنو قلنا؟ انا نقول نربحوا السويد نربحوا اليابان، زيد 1-1 مع هولندا ترشحوا الاولاني. اش قلنا خويا؟ احنا كل شيء ممكن ان شاء الله. باهي نحلموا. لا الحلم باهي معناتها علاش لا؟ المستحيل ليس بتونسي، والحلم نجم يحولوه لملاعبيه لارض الواقع.